السلام الله عليكم الخوت العزاز الغاليين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى انه يلقاكم بصحه جيده وعافيه، ونتمنى اللي شاف منكم هذا الفيديو يعطينا لي لايك والبارطاج ديالكم فضلا منكم وليس امرا. وكذلك اخوتي العزاز ما تبخلوش علينا في اسفل الفيديو بتعليقاتكم، ارائكم واستفساراتكم باش الفيديو كيطلع عند بزاف ديال الناس وكذلك يتشاف عند بزاف ديال الناس. بالعموم انني راه كنقرا جميع التعليقات وكنشوف جميع التعليقات، كاين اللي مع وكاين اللي مع ضد. المهم حنا راه كنقراو جميع التعليقات ومع جميع الآراء، ونحن صوت محايد مع حتى شي واحد. اللي دار شي حاجة زوينة غنشكرو عليها، واللي دار شي حاجة خايبة غنتقدو عليها، وانتقاد زوين بدون سب أو قذف أو ضرب في الأعراض. حنا نعطيو آراءنا وأفكارنا بهداك الشيء وكنوصلو المعلومة زوينة. المهم ندخل معكم نصرفو الموضوع. إخوان، شحال من واحد كيلوم الأخت سعاد لا حقا باغا ترجع للزوج، لا حقا كل واحد شنو كيقول عليها. والله اخوتي العزاز الا كنقول لكم بلي ان الاخت سعاد لحت ورقه رابحه، ورقه ديال الجوكر في الدقيقه التاليه، ودارت ريمونتادا اللي ما غيقدرش يديرها شي واحد. دارت ريمونتادا علاش؟ الطلاق. هاد الطلاق هادو، ياك انت الا باغي تطلق سير طلق. علاش بالضبط الاخت سعاد تمشي تطلق؟ هي كانت حاطه الطلاق وكانت غادي تطلق، وبقات لها غير جلسه وغادي تطلق، ولغات الطلاق حتى للدقيقه التاليه. وهادشي هذا لصالح ديال سعاد. وملي كنقول صالح ديال سعاد، لصالح ديال سعاد، ومازال كاينين المفاجآت اللي غادي تشوفوهم عن مقارب. وملي كنقول كاينين المفاجآت، كاينين مفاجآت غادي تشوفوهم عن مقارب. الطلاق هذا من لغاتو سعاد لصالح ديالها، بالعكس ما ضرهاش. غير يجي شي واحد يقول لي واه راه كانت كتقول هو ما هو ودابا علاش لاصقه فيه. بالعكس ما لاصقاش فيه. نقول لكم واحد النقطه، سعاد ما عمرها غادي ترجع البكريشه. عمر داك الشيء اللي دار بيناتهم واللي داز بيناتهم واللي تقال بيناتهم غادي يرجعوا لبعضياتهم، ولكن انها لغات الطلاق للمصلحه ديالها والمصلحه لوليداتها. هذا الشيء علاش هي لغات الطلاق. ما لغاتش الطلاق باش انها غادي ترجع له وكذا، لا ما يمكنش. هذاك الشيء ما يمكنش. هذه واحد النقطه شرحتها باش الناس يفهموا. راه ما يمكنش اصلا يرجعوا، ما يمكنش. غتقول لي عاوتاني شي واحد حقاره كتقول هو ما هو هي ما هي. داك الموضوع تسد في المحكمه، داك الموضوع تسد في المحكمه، وحبذا ان داك الموضوع ما يوليش يتعاود يتجبد، لان ما كاينلاش، لان داك الموضوع سداتو المحكمه. يعني نحتفظوا بالمشاعر ديال داك البنت، لان صافي ما كاين حتى شي ادله او اثباتات كدل على ان داك الشيء كاين. دونك تسد داك الموضوع، ما بقى له اي اثبات. هذه من جهه. نرجع لكم اخوتي العزاز لواحد النقطه اللي هي زوينه. اليوم تفرجت الفيديو ديال بوكريشه وجبد الوليدات، قال بلي غادي نمشي نكسيهم في هاد الدخول المدرسي. اول حاجه الدخول المدرسي كيتطلب بزاف ديال المصاريف. هذه كنصيحه مني، ماشي غتكسيهم وفينا هما حوايجهم وفينا هي الخلاص ديال المدرسه ديالهم، فينا هي كذا. شوف في داك الوليدات، شوف في داك الوليدات. الشيء علاش سعاد رفضات الطلاق، هادشي علاش سعاد رفضت الطلاق او تنازل، ماشي تنازلت او لغات الطلاق، باش تعيش بكريشه العذاب، باش تعيشوا العذاب. سير صرف على ولادك، ماشي تخلي ولادك الام ديالهم اللي تصرف عليهم. واخا تشوفوا داك القضيه ديال حيت قال سعاد بلي انا غادي نصرف على ولادي وندير طلاق بلا ما تصرف عليهم بلا والو، هذا غير هضره ديال اليوتيوب. ولكن الواقع الا سعاد باغا النفقه ديال ولادها، وباغا كذلك داك المتعه ديالها اللي تمتع بها هذه 18 عام و19 عام، باغاها. ما تزاكلوش كيفاش السيد عنده الفلوس وعنده الدخل وما يقدرش ينفق على ولادو وما يقدرش يعطي لولادو وما يقدرش يصرف على ولادو، داك راه من لحمهم ودمهم. ولكن الانسان ملي كتشوفوا انه كيحب الفلوس، وهذه بنته اخوتي العزاز البارح راني قلت لكم راه نصب على بنته. علاش البنت ديالو ما كتهضرش معاه؟ علاش مدابزين؟ واش مدابزين على شي حاجه؟ راه مدابزين على الفلوس. حيت هو ملي كان في السجن كان موعدها بلي انه ملي غيخرج غادي يعطيها الفلوس ولا غادي يكتب لها المحل بسميتها. هو منين خرج بدا كيتماطل 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 كيتماطل، ما عطاها فلوس، ما كتب لها المحل. بالعكس المحل كتبو
الاخت ديالو هادشي علاش دارو؟ باش يتهرب من النفقه، من داكشي اللي غتخرج له المحكمه، باش يدير بلي انه هو ما عندوش، وبلي انه هو ما خدامش، ويتهرب من النفقه. والنفقه فيك هي درتي الطلاق انت، يا درتو فيك. ولكن السؤال حطت لك الحجره في الصباط. سير انت دير الطلاق. الا ما باغيش داك المراه، ما باغيهاش، سير اخويا دير طلقها. حل ساهل، ما كاينلاش نعقدوا الامور. حل ساهل، ما باغيش المراه سير طلقها. ما كاينلاش نخرجوا نبقاو حقا وليتي كتلصقي وليتي كذا. لا، انا كنعرف سعاد مزيان، يعني حق المعرفه كنعرف سعاد اكثر من المتابعين، وكثر لان جلست معها وشاركنا انا وياها الطعام وبزاف ديال الحوايج. كنعرف سعاد بحال اختي الكبيره. سعاد ولات ذكيه على اللي قبل، ما بقاتش متهوره، ما بقاتش كتاخذ قرارات اللي كيرجعوا ليها بالضرر. بالعكس، ولات كتاخذ قرارات اللي في الصالح ديالها. وكاينه واحد المفاجاه اللي زوينه اللي غادي تصدم العائله ديال بوكريشه وما جاورهما. هاد اللغه هادي غتصدمهم ملي غيشوفوا المفاجاه الكبيره اللي موجده. انا عجبتني بصراحه البنت في اللايف ديال هاد البارح. يسرا خرجت كما انا مبقيتش باغا نخدم بالمشاكل. غادا خدامه مزيان والله الا بون كوراج، غادا مزيان. يعني من بعدت على الاب اللي كان كيستغل الفلوس ديالها، كيستغلها، كياخذ لها فلوسها كذا، يصور معها فيديوهات، يدخلها في المشاكل. شو كيف بعدت ومشات عند جداتها اللي هي ديال الام ديالها. كيفاش شفنا واحد الفيديوهات زوينين، واحد الفيديوهات اللي متنوعين، واحد الفيديوهات اللي فسرين، وكملت بداك المسيره. والله العظيم الا كلاتهم دابا كما كنقول، عطاتهم ما خلاتش ليهم يشدوها. عرفتي راه مرضتهم. بعدت على المشاكل، بعدت على ديك العائله اللي فريمون كانت غير كتستغلها. ولا كان شوف، هذه نصيحه مني ليها، سيري خدمي بهذا المحتوى، وسيري كملي في هذا المحتوى. بعدي على الام ديالك، وبعدي على حتى الاب ديالك. ما تجبدي لا ابك لا الاب ديالك، لا الام ديالك، لا هذه لا فلان، لا. وسيري والله حتى غتجي بعيد، وغتكوني محبوبه ديال الجميع، محبوبه ديال الجميع. عجبني الحال انك في الفيديوهات ذكرتي الام ديالك سعاد وكذا، غتمشي مزيان. ومازال غنقول لكم سعاد موجده قنبله اللي غتضرب في بيت ديال بوكريشه، قنبله من العيار الثقيل. وهادشي هذا غادي تشوفوه. ما بقاش بزاف، راني هضرت مع سعاد قالت لي غير شوف، راني غير نحيد من الخدمه ديال الميلود. دابا راه كتحني في الميلود، غير تسالي غتلوح غتعجبكم اخوتي العزاز. المهم اخواني اخواتي، ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا. تحياتي لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بوسه لكم من القلب. اللي ما مابونيش في هذه القناه هذه تابونا فيها، خليو لنا اللايك وخليو لنا البارطاج. مع السلامه.